اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. عرفنا ان شخصيه ميدي باركر هتظهر في فيلم سبايدر مان الجديد براند نيو داي. لذا النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على ميدي باركر في الكوميكس وناخد فكره عنها وعن قدراتها. ميدي باركر او اختصارا ماي باركر هي شخصيه تبع مارفل كوميكس او زوليا في الكوميكس. كان في شهر ديسمبر سنة 1997. الكلام ده كان في العدد رقم 105 من سلسلة الكوميكس وات اف على ايد الكاتب توم دي فالكو. هي تبقى بنت سبايدر مان بيتر باركر ومراته ماري جين واتسون من إرث 982 اللي بيشار إليها بام سي 2 يعني مارفل كوميكس 2. هناك الأبطال ظهروا قبل نظرائهم في الإرث 616 ب 15 سنة، لذا هم كبار في السن. وهي صغيرة نورمان أوزبورن بيخطفها، بس كين بيعرف يرجعها لأهلها. يوما ما بنشوف إن أبوها بيخش في معركة قصاد الجرين جوبلin بيموت وهو بتتقطع رجله. بيقرر الاعتزال والتفرغ لعائلته، ومش بيعرفوا ماي أي حاجة بخصوص إن بيتر باركر كان سبايدر مان زمان، وبيبقى عندهم أمل إنها ما تطورش قدرات في المستقبل. بس وهي عندها 15 سنة ابتدى يظهر عليها قدرات مشابهة لقدرات أبوها. هي بتعرف إن أبوها كان سبايدر مان، وبتقرر تتصدى للجرين جوبلin الجديد نورمي أوزبورن حفيد نورمان أوزبورن. بتلبس لبس سبايدر مان الخاص ببين رايلي المتوفي، وبتنقذ أبوها وأمها. بعد كده بنشوف ان ابوها وامها بيمسكوا اللبس ده يحرقوه عشان خايفين عليها. يوما ما السبايدر سينس بتاعتها بتحس ان في حد ماشي ورا ابوها، بيطلع ان ده قاتل عايز يقتله. بتنقذ ابوها وبتحس بشعور كويس انها انقذت حياة حد. بتقرر تحقق في الموضوع ده وبتعمل لنفسها بدلة سودا مصنوعة من بقايا لبس قديم عندها، بالاضافة للويب شوترز بتوع بين رايلي. بتخش في معركة قصاد القاتل ده هو وعصابته، وبتهرب قبل ما الشرطة تيجي. الموضوع ده بيحمسها اكتر واكتر انها تبقى بطلة. بتعمل لنفسها بدلة خاصة بيها بتسمي نفسها سبايدر جير اللي بتعمل مغامرات كتيرة. وفي الآخر أهلها بيتقبلوا قرارها وبيقرروا يساعدوها. ماري جين بعد كده بتخلف طفل جديد بتسميه بنجامين. بعد كده بنشوف إن كارنيج السيمبيوت بيرتبط بواحد من أصدقائها. صديقها ده بيحاول يحارب سيطرة السيمبيوت عليه. هو بيشوف إن الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعده هي صديقته ماي. بيروح لها البيت مش بيلاقيها، فالسيمبيوت بيخطف أبوها وأخوها. هي بعد كده بتدور على كارنيج وبتلاقيه. هي بتطلب من صديقها ان هو يحارب سيطرة السيمبيوت عليه وبيفشل. بعد كده كارنيج بيخلي جزء منه يرتبط ببنجامين. دلوقتي ماي بتحاول تسيطر على اخوها وفي نفس الوقت تحارب كارنيج. بتستخدم مدفع صوتي على اخوها بيدمر له السيمبيوت الخاص بيه، بس للاسف بيتطرش. هي بتلوم نفسها جدا على اللي حصل، بس بنشوف ان نورمي اوزبورن بيعرف يعالجه. برضه الراجل ده بيكتشف في مختبرات جده نسخة طبق الأصل من ماي باركر، مع وجود ملاحظات من جده مكتوب فيها ان دي ماي باركر الحقيقيه وقت لما كان خطفها وهي صغيره، وان اللي احنا عارفينها دي مستنسخه. اللي كانت في المختبر دي بعد كده بتهرب وبتقابل ماي باركر اللي احنا عارفينها، وبيحصل لخبطه كبيره مين فيهم الحقيقيه. بعد كده بنعرف ان اللي كانت في المختبر دي نورمان اوزبورن كان غير 35% من الدي ان ايه بتاعها بدي ان ايه سيمبيوت. لذا هي هايبرد بشري سيمبيوت. اجزاء السيمبيوت اللي جواها مقتبسه من الفينوم سيمبيوت، وهي مش واعيه. لذا هي ما عندهاش شخصيتين جواها ومتحكمة تحكم كامل في جسمها وقدراتها. ماي بعد كده بتقترح ان الجديدة دي تعيش معاهم وتكون جزء من عائلتها، وبيسموها ابريل باركر. اخوها بعد كده بيطور قدرات خاصة بيه من وهو صغير. بتنضم بعد كده لفريق سبايدر مان اللي متكون من سبايدر مان مختلفين من جميع انحاء المالتيفيرس عشان يحاربوا مالتيفيرسال سينستر 6. وبنشوف ان في واحد من الانهيرتورز بيقتل ابوها. هي بتهرب هي واخوها، وبيقابلوا باقي السبايدر مان وبيهربوا. هي بتبقى متضايقه جدا وبتقسم على الانتقام. مش بيعجبها فريق سوبريور سبايدر ارمي وبتنضم لفريق تيم اميزنج. كان جواها غضب وكره كبير جدا بس بتتخلص منه عشان تخلي ابوها راضي عنها. وبنشوف ان هما في الاخر بيعرفوا يتغلبوا على الانهيرتورز. هي بتسمي نفسها سبايدر وومن. بتنضم لفريق ويب ووريرز وبيحاربوا جيش من الالكتروز. الانهيرتورز بيهربوا وبيعرفوا يتغلبوا عليهم. ابوها بيرجع تاني على قيد الحياة. بترجع لاسم سبايدر جيرل وبتنضم لفريق سبايدر سوسايتي. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراتها. هي ايه قدراتها؟ هي ورثت قدرات ابوها، لذا هي عندها قوة بدنية كبيرة جدا، قدرة عالية على التحمل، سرعة، ردود افعال، خفة حركة. مش بنفس قوة ابوها البدنية، بس هي رشيقة اكتر وتسلقها للجدران افضل. والسبايدر سنس بتاعتها اقوى. عندها ريجنريشن بس اضعف من ابوها. بالنسبة لظهورها في الاعمال الفنية ففي نسخة معتمدة عليها ظهرت في مسلسل الانيميشن التيميت سبايدر مان، وفي نسختين منها ظهروا في فيلم الانيميشن سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، وظهرت في 8 العاب فيديو جيمز. ومؤخرا طلعت اشاعه انها هتظهر في عالم الام سي يو في فيلم سبايدر مان براند نيو داي اللي هيتعرض السنه الجايه 2026، وهيقوم بالدور بتاعها الممثله سيدي سينك.
بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على ماي باركر في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رأيك في الشخصية دي، كنت تعرفها قبل كده ولا لا؟ وايه توقعاتك لفيلم سبايدر مان براند نيو داي؟ احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.